السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بألف صحة كده وفي احسن حال يا رب العالمين. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. يلا بينا نشوف عملنا الغدا بتاعنا الجميل ده التحفة ده ازاي، وسريع سريع على عين والعين 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 دي شغالة. يلا نشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. يلا بينا. اول حاجه بقى يا حبايبي علقت عليها اهو الفراخ استوت اهي. انا ما عملتش معاكم التسليق بتاعها، بس عادي كلنا بنعرف نسلق الفراخ. ماشي. حطينا الشوربه تغلي، وبعد ما غليت حطينا لها البصله والورق اللوري والحبهان والملح والفلفل وسنه شطه وسقطنا الفراخ وبصلايه حلوه كده وسبناهم يستووا مع بعض. هنا بقى هنعمل مع بعض جنب الفراخ شويه ايه شويه بسله. حطيت اهو الحله هحط فيها بقى ماده دهنيه وكده اهي. الماده الدهنيه بتاعتنا ساحت اهي. حطيت سمنه على زيت. احط بقى البصلايه بتاعتي الجميله دي، بصلايه صغيره، اسيبها يا دوبك بس تدبل. انا مش عايزاها تحمر زي ما انتم متعودين معايا، تدبل بس. وكده بقى يا حبايبي البصلايه هي دوبك دبلت، بس انا ما بحبهاش تحمر، دبلت بس. هقوم حاطه على طول الثوم اهو، فصين توم كده مخرطاهم. هقوم حاطه على طول الثوم. بعد ما احط الثوم على طول هقوم حاطه القوطه اهو يا حبايبي. حطيت القوطه اهي، اسيبها بقى تاخد غلوه، وبعد ما تاخد غلوه اقوم حاطه لها بقى التتبيله بتاعتها وارجع تاني معاكم. كده بقى يا حبايبي الصلصه بتاعتي غليت اهي. هتبلها بقى ملح وفلفل وشويه سكر وبهارات لحمه وكزبره ناشفه اهو. احط لها بقى التوابل اهي غليت اهي. هقوم حاطه بقى وسقطه الفاصوليا بتاعتي، البسله بتاعتي. سقطت اهو يا حبايبي البسله بتاعتي. البسله دي كنت شايلاها في الفريزر اهي. سقطتها، قطعت بطاطسيه صغيره كده مكعبات صغيره فوقيها. وايه تاني يا بطوط اهو؟ جزر كنت مقطعاه خرط صغيره وشايلاه معاكم في الفريزر اهو. شفت ان في عيني ازاي اهو؟ حطيته هو كمان اهو. ورحت مقلبه البسله بالجزر بالبطاطس اهو. كله كنت انا مخزنه معاكم عشان مش قادره والله. انتوا عارفين ان البرد مش مخليني قادره اخرج اجيب اي حاجه، فعملت حاجات من عندي من البيت اهو. اسيبها بقى تستوي. انا كده تبلتها وحطيت لها كل حاجتها. هسقيها بس شويه شوربه اما تغلي وخلاص. وهي ما بتاخدش سوا عامه بقى. ونروح نعمل شويه شوربه لسان عصفور كده عشان يروق زورنا كده ان شاء الله. يلا بينا. ما تنسيش بقى يا حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو تعملي لي اشتراك في القناه وتدعميني وتكتبي لي كومنت حلو كده، يعني من القلب كده. ماشي يا حبايبي. هنا بقى يا حبايبي هنشوف مع بعض بقى البسله اهي. هنشوف مع بعض اهي. انا حطيت شويه شوربه واعتقد برضو عايزه تاني، لان انا كده هي كده برضو عايزه تاني. ماشي. فانا هحط لها مغرفه شوربه كمان اهي. مغرفه شوربه كمان اهي. وخلاص اسيبها بقى مع نفسها كده وهدي عليها اهي. وهنا هعمل بقى في الحله التانية دي الرز. احطها كده على النار اهي. احط فيها نص كده شعريه. هعمل نص كيلو رز انا مجهزه. حطيت ربع اهو شعريه وانا غاسله الرز ومجهزاه. وهنا بقى انا حاطه اهو نجيب يا حبايبي الشعريه اهي تحمر. هنا الحله التانية دي الصغيره هعمل فيها بقى شويه لسان عصفور. وطبعا اللي معايا على القناه ومتابعني عارفين ان انا بعمل لسان العصفور من غير اي ماده دهنيه وبيبقى تحفه وطعمه جميل. ويا جماعه اللي جربوا معايا يقول لي في الكومنتات ايه رايه. اهو يا حبايبي حطيت الشعريه اهو من غير مواد دهنيه اهو قدامكم اهي.
اهي حطيتها اول ما الحله سخنت. هفضل بقى على طول طول ما انا واقفه اقلب 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 عشان ما تتحرقش مني وتبقى مره وشكلها وحش كده. هفضل طول ما انا واقفه اقلب كده ايدي فيها على طول، معلش هتتعبي شويه بس هتاكلي حاجه مفيده وحاجه صحيه. اهو يا حبايبي. وهنا بقى عندي الشعريه احمرت اهي. شوف الماده الدهنيه اللي حطاها في الشعريه بسيطه خالص اهو، عشان انا ما بحبش دهون في اكلي اهو. احط بقى الرز اللي انا غسلاه وارجع هنا ادي تقليبه للسان العصفور بتاعي اهو يا حبايبي. طبعا انت هتشوفي طرق كتير جدا جدا للسان العصفور، اللي بتحط بيعمل له سمنه وبترجع تصفيه اهو برضو يا جماعه بيبقى شرب بالسمنه دي. وحطيت بقى يا حبايبي الملح وسبته بقى يستوي مع نفسه. ونيجي هنا بقى عشان ننتبه للسان العصفور، مش نعمل حاجه وحاجه تانية تتحرق مننا، لا خليكي ست بيت شاطره كده او بنوته كده لسه داخله المطبخ كده شاطره كده اهو، مصحصحه لكل حاجه اللي قدامي اهو. ابتدى ياخد لون اهو يا جماعه اهو، ابتدى ياخد لون اهو. في الوقت ده بقى ما سيبوش خالص خالص، ايدي رايحه جايه فيه كده اهو يا حبايبي. انا بس بايه بخليكم معايا لحظه بلحظه اهو، ناشفه وجافه الا تكونوا مفكرين ان انا حطيت اي ماده دهنيه اهو، كله قدامكم اهو كده اللون بتاعها اهو. انا هستكفى باللون ده اهو، بروح بقى اسقيها الشوربه كده يا حبايبي. انا سلقه بقى الفراخ، عايزه اعمل لها خلطه كده تكون جميله كده وتبان ان هي مشويه وايه وجميله كده. يلا بينا نعمل الخلطه دي. اول حاجه هحط معلقه صلصه اهو يا حبايبي. حطيت المعلقه الصلصه ما كترتش لان انا مش هعمل حاجه كتير، يعني هما 3 وراك بس مش هعمل كتير. واحط معلقه صغيره كده توم باودر اهو، وهحط معلقه ملح اللي هو الحد اللي انت عايزاه بقى، واحط لها شويه فلفل اسود وكمان نص ليمونيه حلوه كده اهي. طبعا هتظبطي الملح والفلفل بتاعك، وهحط لها نقطتين زيت اهو. حطي بقى نقطتين زيت اهو بس. ادي الخلطه بتاعتها. عندك بقى شويه زعتر حطي، عندك بقى شويه بتاع ده معلقه كاتشب، معلقه كاتشب تخليها تحفه وجميله. معلقه كاتشب، لكن انا ما عنديش، انا كل مره بحط لها كاتشب بس انا ما عنديش كاتشب. هل هقف؟ لا مش هقف، مش حاجه تقف اهي. قلبت المكونات دي كده واجيب الفرشه بقى وادهنها وكده اهو يا حبايبي اهو. الخلطه حطيتها اهو في الوراك وحطيتها في صينيه، وانا قايده الفرن قايده فوق بس لان هي مستويه قايده فوق بس. فانا هروح بقى ادخلها الفرن قيمه نص ساعه كده واطلعها كده يا حبايب قلبي. يكون عملت غدا النهارده الجميله اهون وسريع وما خدش مني اي وقت خالص. جربوا اعملوا يا حبايبي الاكل بالطريقه دي هيعجبكم جدا وصحي ومش هيتعبك ولا يتعب معدتك ويبقى خفيف اهو يا حبايبي. لو تنسيش بقى لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده. باي باي.